اهلا بكم، اتمنى تكونوا بخير. النهارده معانا فيديو سريع بخصوص اغلب المعدات اللي ممكن تحتاجها في تغييرك حجر الساعه بنفسك. المهم عشان ما اطولش عليكم نبدا بالفيديو. اول حاجه معانا المكبس، لان اغلب الساعات بتكون مقاومه للمياه فظهرها بيتغلق بصعوبه، فبتحتاج مكبس. وكمان هوضح البدائل. سعر المكبس ده بيكون حوالي 600 جنيه. تاني حاجه مكبره عشان تعرف حجر الساعه او المكونات الداخليه لو في حاجه مش باينه. تالت حاجه الجزء ده او الاداه دي بتستخدمها لفك الظهر. هتجد مثلا الظهر هنا في مكان بتدخل فيه الجزء ده كده وبتخرجها، اه بتفك بسهولة زي ما واضح امامكم. تالت حاجة معانا وهي الجفت اللي هو ملقط ده، مثلا جزء زي دي اهو بتخرج كده. انا طبعا مش شايف كويس. وهنا مثلا الجفل، طبعا انا مش عارف افك دلوقتي، انا مش شايف لان الكاميرا بعيدة. المهم بتفك الحجر وتحط مكانه. كده وضحنا اغلب المكونات: المكبس، المكبرة، الجزء ده اللي بتفك بيه ظهر الساعة، والجفت اللي بتفك بيه الجفل بتاع الحجر، وكمان لو في حتة بلاستيكية زي كده بتفكها. اخر حاجة معانا الحجارة. الحجارة دي حجارة قلوية، دي ارخص نوع. هتجدها مثلا في المحلات لما تغير الحجر هيقول لك مثلا من 20 جنيه ل 50 جنيه وهكذا. طبعا في حجارة ياباني بتكون اكسيد الفضة، دي بتكون سعرها حوالي من 50 ل 100 جنيه، وبتكون أفضل بمراحل. الحجارة دي مش دقيقة وعمرها قصير. أما التانية اللي هي الياباني اللي هي أكسيد الفضة بتاخد عمر طويل وكمان بتحافظ على الساعة. نفتح العلبة دي. ده المكبس اهو. انت بتركب معاه هو 12 قطعة، بتركب على حسب حجم الساعة كده. تركب واحدة فوق وواحدة تحت، بحيث اللي هو ايه تضغط عليها وتقفل الغطا. طبعا احجام مناسبة، دول مش مناسبين خالص للساعة، بس يعني دي حاجة سريعة. البديل ليها ايه؟ البديل ليها يعني انا قبل ما اشتريها كنت بقفلها ازاي؟ كنت بجيب البادة بتاعة الماوس، وبجيب قطعة خشب. يعني مثلا بحط اهو الساعة كده، بحطها على البادة. طبعا الترابيزة دي انا مش هقفلها لان الترابيزة دي ضعيفة ممكن تنزل بيا اصلا. فهنا ايه، هنحط دي البادة على الجزء الجزاز عشان ما تتكسرش، ونحط الغطا قصدي، ونضغط عليها. انا يا تضغط كده لو ما في الجزء ده مش بارز، ممكن تضغط كده هتلاقيها قفلت. لو الجزء ده بارز هتضغط بالحته دي هكذا. بس طبعا بيفضل يكون معاك خشبه طويله وعريضه قد العرض ده، بحيث اللي هو ايه هتضغط عليها كده هتنزل. بس لازم تحط شيء يمتص الخبطه هنا، يعني فاهم؟ ما ينفعش تحطها مباشره على الخشب او على ارضيه عشان الجزاز ما يتكسرش. انما شايف دي بادة الماوس مثلا، مش هتخلي الجزاز يحصل له اي حاجه. انا المره السابقه قفلتها بنفس الطريقه دي. فايه المعدات اللي انت بتحتاجها؟ الحجر طبعا، انواع الحجاره. عايز اوضح سعر الحجاره دي مثلا على امازون كام؟ مثلا 30 جنيه. يعني الحجر الواقع مثلا ب 3 جنيه. طبعا هتجده في المحلات بيتغير ب 20 و30 و50. اما الحجر الياباني اللي هو اكسيد الفضه هتجد سعره حوالي من 50 ل 100 جنيه حسب المكان تشتري منه. وطبعا دي الجزء اللي هتفك بيه الغطاء الخلفي. ودي مكبرة عشان تعرف الحجر الموديل بتاعه هكذا. وده الجفت اللي هتفك بيه الجزء البلاستيكي، وكمان الجفل اللي هو ايه حوالين الحجر وهكذا. المهم ده فيديو سريع كده، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ولا حد عنده سؤال اتفضل في التعليقات، وانتظرونا في الفيديوهات القادمة. سلام.